الخير يا جماعة. يا جماعة أنا مش عارف أتلم على أعصابي، مش عارف أمسك أعصابي. تخيلوا يعني أنا كانت أمي اللي ملهاش غيري هتدعي لي وهتقرا لي الفاتحة وهتترحم على روحي لمجرد إن في واحد ابني وسخة طالع على الطريق غير مهتم بأرواح الناس وغير مهتم بالناس اللي ماشية وراه. واحد يا جماعة أقسم بالله العظيم احنا في غابة. مفيش احترام للنظم المروريه، مفيش احترام للقواعد المروريه. ليه انا اكون طالع من بيتي رايح شغلي في امان الله ماشي كويس وماشي في طريقي المستقيم والاقي واحد ابني 60 كلب راكب عربيه بجو 5 راكب محمل عليها صفيح ومحمل عليها ربر ومحمل عليها بلاوي سودة تطير في وشي عشان تخليني انا وادخل انا في اروح في اعداد الاموات بسبب واحد زي كده طالع من بيته مبترل معرفش ولا شارب كله عليه وعلى اهله وانا ادفع ثمن الضريبه دي. ليه؟ انت شارب سم عليك وعلى اللي خلفوك عمال تتطوح وشاير عليك حاجات. راعي ان في ناس ماشيه معاك على نفس الطريق. انت يعني انت مبترل ولا متنيل ولا شارب نيله؟ راعي ان في ناس ماشيه زيك على الطريق. ليه تخليني انا اخسر بيتي واخسر شغلي واخسر عيالي واخسر امي واخسر حياتي بسبب واحد تافه زيك، بسبب واحد متخلف مختل المعرفه ومختل الادراك زيك؟ انت ماشي محمل حاجات زي كده على العربيه بشوق، اربطها يا اخي باي نيله يا اخي، حط اي حبل عليها، اي جنزير، اي 60 نيله عليها. ليه انا اموت انا بسببك ولا اغور في داهيه بسبب واحد مختل زيك؟ حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد بيستهتر بارواح الناس. حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد ماشي فاكر ان الطريق ده ليه هو وبس. حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد مش عايز الخير والسعاده والنماء والرخاء للبلد دي. ايه يا عم في ايه يا عم؟